صباح النور والسرور. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا جيت لكم تاني بروتين بسيط كده، بس قلت ايه اصبح كده على نفسي بكوبايه نسكافيه. شربتها كده بسرعه وهي دافيه علشان كنت عايزه اعمل حاجه من اللي عليا. انتوا عارفين طبعا الشتاء خلاص دخل علينا والمراوح خلاص ملهاش لازمه. نزلت المراوح اللي عندي وخدتها كده في البانيو، لان انا لسه ما كنتش عملت الحمام، وده احسن مكان اعمل فيه علشان ما بهدلش الدنيا بره. خدت اول مروحه وفتحتها، وزي ما انتوا شايفين كده شلت اول قطعه ونفضتها، وكل قطعه فيها هحطها في البانيو، ما عدا طبعا القطعه اللي فيها الكهرباء او السلك، لان انا كل قطعه بنزل عليها الميه كده بالدش، لكن القطعه اللي ورا دي اللي فيها الموتور والسلك طبعا لا، بتتمسح. كان عندي مروحتين عملتهم، وطبعا دي حاجة من اللي عليا، لان كل واحدة فينا دلوقتي داخل عليها الشتاء، بتعمل بقى بتنزل ستاير. بنجيب خضار علشان نفرزن خضار الشتاء، اللي عندها مروح بتعملها، اللي عندها تكييفات بتغسلها. يعني ربنا يعين كل واحدة على بيتها ويعين كل واحدة على شيلتها يا رب. طبعا انا قلت ايه اخلص المراوح دي في الاول كده، في اول اليوم كده، وانا لسه ايه عندي حبة نشاط كده بربع جنيه قبل ما اكسل عنهم، والحمد لله رب العالمين. ربنا قدرني ان انا خلصتهم اهو. خلصت الاتنين وشلتهم، حطيت طبعا كل واحدة في مكانها، بس ايه كيستها، وخبزت حبة عيش عشان اكلة النهاردة محتاجة عيش. اكلة النهاردة اللي هي ايه؟ النهاردة عملت كشك، كشك صعيدي بالفراخ. تمام، كان عندي كده ايه حتة صدر فرخة بايت ومش عارفة اعمل فيه ايه، فروحت ايه عامله له حبة كشك. دي بصلاية كده صغيرة مربعات، حطيتها مع زيت وسمنة ومكعب ماجي. هو ده الكشك يا جماعة، الكشك ده اللي كان في السلطانية دلوقتي. حطيت عليه كوباية لبن سخنة. خلاص، كوباية لبن سخنة علشان افك الكشك، لان هو هوريكم دلوقتي شكله بيجي من عند الفلاحين شكله عامل ازاي. خلاص، نزلت الكشك على البصل والماجي والسمنة والزيت، نزلتهم عليه. خلاص، وبقيت اقلب كده. اول ما بينزل كده سمكه بيتقل، لان هو اصلا معمول من الغلة. الغلة بيبقى فيها نسبة نشا طبعا، اهو ده الكشك الصعيدي بيبقى مع الفلاحين في السوق عادي، بس طبعا قبل ما بتحطيه في اللبن بتغسليه بمية عادية، علشان لو في اتربة من الشارع ولا حاجة بتتخلصي منها. بس شفتوا تقل ازاي؟ هو بقى بيتقل كده، بس طبعا هو لسه كده مخلصش خالص. هو انا بسيبه بس شويه علشان طبعا الغله بتبقى محتاجه شويه سوا. حطيت لها حبه فلفل اسود، ما بحطلوش بهارات يعني كتير، علشان هو بيبقى ليه طعم مميز كده، مش عايزاه يروح. تمام. الكشك الصعيدي غير الكشك العادي. الكشك الصعيدي بيبقى ليه طعم كده، اللي واخد عليه بيعرف يحبه. دي معلقه دقيق واحده بس على كوبايه لبن بس ساقعه. خلاص، انا قلت ادوبها بعيد عن الكاميرا. وبعد كده حمرت له البصلايه، وهو ده صدر الفرخه اللي بقول لكم عليه. حطيت له حته سمنه، وحطيت عليه يجي 5 معالق كده زيت من بتاع البصل اللي انا حمرته، بيبقى مسكر وحلو. حطيتهم على الفراخ وحطيتهم على النار، شوحتهم. بعد كده كنت دوبت معلقه الدقيق، نزلتها تاني على الكشك بتاعنا. خلاص، دوبته كويس، علشان ما ينفعش يبقى فيه اي تكتلات، عشان وانتي بتاكلي ما يبقاش فيه حتت كده ايه ما دخلهاش الخلطة. وحطيت له تاني كوباية مية سخنة. ما تحطيش مية ساقعة، تحطي مية سخنة. خلاص، هو تقريبا كده خلص. نزلت بقى عليه الفراخ اللي متشوحة في حتة السمنة الحلوة وحبة الزيت اللي هو زيت البصل. وانتي بتنزلي الفراخ نزلي معاها كل حاجة في الطاسة، نزلي كل حاجة بسمنتها بزيتها علشان يدي طعم حلو في الكشك. وبعد كده غرفته وحطيت له البصل المحمر. ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.